السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير وبأفضل حال ان شاء الله. وحشتوني جدا جدا جدا. فيديو النهارده بقى فيديو روتين مختلف تماما عن كل الفيديوهات الروتينات اللي انا نزلتها لكم قبل كده. تمام. اول حاجة انا مش موجودة في بيتي، انا النهارده يعني في البلد. والدتي كانت بتعمل عملية وكده، وانا كنت موجودة عندها بقالي فترة، وحتى عملت لكم بوست على المنتدى وقلت لكم ادعوا لها وكده، والحمد لله رب العالمين هي دلوقتي كويسة. بشكركم جدا جدا لكل الناس اللي سألت عليها، وبشكر جدا كل الناس اللي دعت لنا. ربنا يخليكم ليا كده يا رب دايما. وتكونوا دايما في صحة وفي افضل حال ان شاء الله. زي ما قلت لكم بقى، فيديو النهارده هيكون فيديو روتين مختلف تماما عن كل الروتينات اللي انا عملتها لكم قبل كده، لان هو ايه زي ما انتم شايفين كده في بيتنا. في بيتي يعني اللي انا عشت فيه واتولدت فيه وتربيت فيه. تمام. زي ما انتم شايفين كده حبايبي. عملت ايه في الاول؟ عملت الصاله زي ما انتم شايفين، وقلت برتب كل حاجه مكانها. الفيديوهات الروتين انا عارفه ان هي بتشجعكم وبتحمسكم. بوريكم بقى الحاجات التعقيم بتاعتنا والحاجات اللي احنا واخدينها برضو في الايام دي. واخدين احتياطاتنا يعني. برضو عندنا الكحول، وعندنا الديتول اللي هو الجل الكحول برضو، والكمامات والجلافزات وكده. وكمان بمسح كل الاسطح كل يوم كده. بعمل يعني كده. بمسح كل الاسطح بالكلور والميه. تمام. وبعقم كل حاجة ممكن ايدينا تيجي عليها، او تكون ايدينا لمستها يعني. تمام. بايه؟ بالكلور وبالميه. فانا بقول لكم بقى ان انا عملت ترابيزه الكمبيوتر، وكمان قلت هخلص بقى ترابيزه التلفزيون والتلفزيون وكده وارجع لكم. طبعا خلصتهم. وقلت اكنس بقى الارض بعد ما شلت الحافظه بتاعت السجاده. بصوا احنا فرشين الحافظه بتاعت السجاده على الحصر، على الحصيره يعني. دي اسمها حصيره جمع حصيره حصر. تمام. فانا بعمل حركه حلوه قوي علشان برضو انضف واعقم الحصيره، عشان ما اشيلهاش كل شويه. زي ما انتم شايفين كده الانتريه محطوط عليها يعني وكده. زي ما انتم شايفين كده جبت ميه عشان كاني همسح بالظبط، وحطيت في الميه شويه كلور، وابتديت ان انا امسح زي ما انتم شايفين دلوقتي كده. بالشرشوبه الحصيره بكل حته، اللي كانت متغطيه بالحافظه واللي كمان ما كانتش متغطيه، برضو عشان لو رجلينا جت عليها برضو زياده احتياط، وكمان هتبقى نظافه وريحه النظافه حلوه. في الوقت ده بقى اختي جابت لنا كرومبا، كانت بتجيب حاجات وجابت لنا كرومبايه جميله كده، فقلت اصورها لكم. بعد ما مسحت الحصيره وسبتها عشان تنشف. احنا بيتنا كده على الشارع، كل البيوت هنا في البلد كده يعني كله على الشارع، مفيش عمارات بقى والكلام بتاع القاهره وكده ده لا. فلازم السلم بتاعنا برضو لازم اكنسه، ده سلم مدخل البيت بتاعنا، وهو على الشارع اهو زي ما انتم شايفين كده الشارع ورايا. هتلاقوا ولاد صغيرين معديين تقريبا دلوقتي ولا حاجه. وبرضو بعد ما بكنسه بمسحه برضو بالكلور وبالميه زي ما قلت لكم. انا يعني بنعقم كده، ويعني بنسيبها على ربنا الحمد لله يعني في الاول وفي الاخر. بس بنعمل اللي علينا بقى، تعقيمه كده، تنظيفه، اي حاجه بالامكانيات المتاحه. فبرضو عملت السلم برضو عشان لو حد عدى، حد طلع معرفش ايه كده مننا يعني، تبقى الدنيا كلها نظيفة. الحركة دي احنا بنعملها تقريبا كل يوم يعني، سواء انا او اختي. خصوصا الايام دي. انا كده خلصت السلم اهو حبايبي، وخلاص الحصيره نشفت وفرشت الحافظه. عايزه اقول لكم المفروض ان في حافظتين يعني، في اتنين بيتفرشوا في هنا في الصاله، بحيث ان مفيش اي حاجه من الحصيره دي تبقى باينه. بس التانية بتتغسل، لان اتدلق عليها عصير فراوله، فغسلناها وكانت بتنشف. تمام. ودخلت بقى على الاوضه دي، المفروض ان دي اوضه الضيوف يعني عندنا. اي حد ضيف او كده يعني المفروض ان هو بينام فيها. تمام. فانا كنت بروقها. انا بصراحه كنت نايمه فيها امبارح، علشان كده كنت ايه عماله اروقها يعني واظبطها. لان هي في الغالب بتبقى دايما متروقه يعني، الا اذا جه ضيف مثلا حد كده من سفر معرفش ايه كده بيبات فيها. فانا روقتها اهي وظبطت الدنيا بقى زي ما انتم شايفين. الفيديو مش محتاج تعليقات يعني، تعليق مني عليه، بس ايه. انتوا وحشتوني بقى كده، وحشني الرغي معاكم والله العظيم. طبعا انا ما قلتلكوش لازم نصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لو وصلت معايا في الفيديو لحد هنا، يا ريت تكتبي لي في الكومنتات اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، علشان اعرف كم واحده وصلت معايا في الفيديو لحد هنا. تمام. زي ما انتم شايفين برضو نفس السجاده اللي بره عندنا منها تاني في الأوضة دي. هي تقريبا مكرر يعني علينا، بس هي بصراحة جميلة. وهجيب برضو اللي هو الكلور المطهر،
وهبتدي اطهر برضو كل حاجة، سواء كل حاجة كانت موجودة على الترابيزة نفسها، الكراسي، علبة المناديل، اي حاجة. بصوا ايدينا ممكن تكون لمستها او جت عليها، زي ما انتم شايفين كده معايا المطهر اهو. ولعب بنتي كمان انا كله برش عليه كلور بميه وبطهر كله. زي ما قلت لكم يا جماعه، مش وسواس ولا خوف ولا قلق ولا اي حاجه، والله العظيم اكتر من ان احنا طبعا مؤمنين الحمد لله بربنا وبقضاء ربنا لينا الحمد لله. بس احنا بناخد احتياطاتنا وخلاص، والباقي كله على ربنا، يعني ما بنعملش حاجه صعبه. زي ما انتوا شايفين كده خلصت مسح الاسطح، ورحت جبت المقشه وقلت اكنس. احنا عندنا في البلد يا جماعه مش كل الناس بتحب تقعد على كراسي، فالمخدات اللي انتوا شايفينها محطوطه على الارض وفي زيها على السرير فوق، دي المفروض ان دي مخدات. ممكن في ناس بتحب تقعد عليها فبتقعد على الارض. ممكن في ناس بتحب تقعد على الكنب البلدي، معرفش، في ناس كتير ممكن تعرفوا، في ناس من بره مصر ما تعرفوش. الكنب البلدي عامل زي كنبة الانتريه كده، بس هو شكل واحد واسطمبة واحدة. لو كان عندنا منه كنت صورته لكم، زمان كان عندنا منه، بس دلوقتي يعني صعب او قلما تلاقي الكنب البلدي بتاع زمان ده، مع ان انا والله العظيم عمالة ادور عليه، نفسي اجيبه تاني في بيتنا هنا في بيت اهلي يعني، عشان بيفكرني بقى بذكريات الطفولة والايام الحلوة. المهم يعني كنا الكنب البلدي ده بيتحط عليه المخدات اللي وراك اللي انتوا شايفينها في الفيديو دي. وبيبقى حاجة جميلة 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 يعني. تمام. وفي ناس بتحب تقعد عليه، وبرضه في ناس بتحب تقعد على الأرض، فاحنا ايه، لازم نكون عندنا النقطتين دول، يعني اللي حابب يقعد على كرسي ماشي، اللي عايز يقعد على الأرض ماشي. كده بعد ما مسحت برضو الأرض بالكلور وبالمية خلصتها، ودخلت كمان على المطبخ غسلت المواعين. كان عندنا شوية مواعين كده بتاعت العشاء، بتاعت قبلها بيوم. يعني احنا عندنا هنا ما شاء الله يعني في البلد بنتغدى اسمها ايه، بنفطر ونتغدى ونتعشى، لازم 3 طقات يعني. ما عندناش زي القاهرة كده مثلا، هناك وجبتين بس، فطار وغدا وخلاص. لا احنا عندنا لازم فطار وغدا وعشاء، ولازم بعد العشاء كمان تقعدي تحلي كده ما تقعديش ساكتة يعني. المهم تمام. فكنت انا مطلعه برضو حاجات عشان اعملها للعشاء اهو. زي ما قلت لكم الوجبه الرئيسيه عندنا هنا العشاء. الفيديو ده متصور على مقطعين، انا كنت قبلها بيوم كنا جايبين سمك. بص انا بس بوريكم السمك. بصوا احنا هنا احلى حاجه الحاجه بتبقى طازه، وطبعا بطعمها الطبيعي بتاع ربنا. بوريكم بقى السمك، حطيته كده في حله وحطيت له شويه ميه وقعدنا نلعب معاه ونعذبه. لا طبعا ما عذبناهوش، بس احنا قعدنا نلعب معاه كده وكنا فرحانين بيه وكله كان صاحي. تمام. نرجع بقى للروتين بتاعنا ونرجع لليوم بتاعنا. زي ما قلت لكم انا كنت مطلعه فرخه، كنت مطلعه يعني فراخ، مش فرخه واحده، كنت مطلعه فراخ متقطعه، كنا شايلينها في الديب فريزر يعني، طلعتها. وقلت نعمل بقى ايه، اكلة محشي كده حلوة يعني. فاختي زي ما قلت لكم جابت لنا الكرومبة، وهي جاية كانت بتجيب حاجات، فسلقناها وقطعناها زي ما انتم شايفين كده، وعملنا خلطة المحشي. وقلنا بقى ايه، اقعد انا وهي، حتى احنا قاعدين احنا الاتنين قصاد بعض على الطبلية. على الطبلية يا جماعة، ما بعتقدش ان مفيش حد دلوقتي مش عارف الطبلية. انا نفسي في بيتي اللي في مصر او في القاهرة جبت طبلية بلاستيك. وعندي واحدة خشب زي دي على فكرة، زي اللي احنا شغالين عليها دي، اللي هي بتبقى طويلة شوية شبه السفرة كده، بس طبلية مش سفرة. انا عندي واحدة، وفي العزومات بطلعها لما بيكون عندي مثلا عدد من الناس. بطلعها وبحطها، اللي حابب يقعد على الارض واللي حابب يقعد على السفرة بيقعد على السفرة، بس كل الناس بتقعد على الطبلية اللي بيجولي بصراحة. وكلهم معجبين بيها جدا يعني، مش بالطبلية كطبلية لا، يعني معجبين بالطبلية ولمتنا عليها. معرفش يعني، بحس بدفى كده وبأمان يعني. أكيد يعني الكلام واصل لكم وحاسين بيه. تمام. فبوريكم بقى أنا بعمل ايه، بحشي كرنب وقرنين فلفل كده. مفيش حد فينا بيحب الفلفل قوي، بس أنا قلت برضه أحطهم ايه كده احتياطي. بحط ايه في قعر الحلة، ايه الأحمر اللي قدامي دي هياكل بتاعة فراخ. تمام. انا ببقى مثلا مطلعه بانيه وخليته من العظم بتاعه وكلام من ده. بدل ما برمي العظم بشيله مثلا في كيس في الفريزر وبحطه تحت المحشي. بكل انواعه بقى، كوسه، كرنب، ورق عنب، بتنجان، اي نوع ممكن تحط تحتيه الهياكل بتاعه الفراخ دي، بتدي طعم حلو جدا يا جماعه. جربوا بجد جميله، بدل ما ترميها حطيها، مش هتخسري اي حاجه يعني. حابه براحتك تاكلي منها ماشي، مش حابه ترميها بتاخدي شربتها، مفيش مشكله.
فاحنا بقى كأي بيت مصري أصيل كنا قاعدين بقى على الطبلية بنتناقش، واخويا قاعد جنبنا بس مش باين في الكاميرا. ونتخانق شوية مع بعض، ونضحك شوية مع بعض، والنقاشات بقى والقعدة الحلوة دي. والله العظيم يومين حلوين. آه، وكنت مبسوطة جدا جدا يعني الحمد لله. وقلت طبعا ما ينفعش ما اعملكوش فيديو روتين هنا. وكان نفسي اعمل لكم فيديو احسن من كده، يعني اجمع العيلة بقى كلها فيه، واوريكم بقى كل عيلتي واعرفكم عليها. لكن اليومين دول بقى زي ما انتم عارفين، ربنا يرفع عنا البلاء يا رب. يعني ايه، مفيش تجمعات يعني زي الاول وكده. ان شاء الله باذن الله في اقرب فرصه هعمل كده باذن الله، اوريكم بقى عيلتي كلها بقى، كل عيلتي الكبيره. ولما نروح الارض بتاعتنا بقى هوريكم برضو احنا كلنا هناك بنتجمع ازاي. عيلتنا بقى، عماتي بقى وعمامي وولاد عمي وكده. بص خليتكم دخلتكم في العيله. نرجع للمحشي احسن. تمام كده، انا خلصت خلاص حشو بتاع المحشي وحطيته كمان في الحله اهو. الفلفل انا بحط يدي بس ريحه زي ما قلت لكم وطعم. آم، ف وكمان سلقت الفراخ اللي انا كنت مطلعاها عشان اخد منها شوربه، عشان ايه، ازود بيها المحشي. وزودت المحشي وسويت المحشي، وكان يوم جميل. ويا رب الروتين يكون الروتين جميل ويكون عجبكم واستفدتوا منه. وادي الفراخ كمان حمرناها. اشوفكم على خير في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.